لقاء وموعد مع مشاهير النجوم، والنهاردة معنا الفنانة الجميلة نجمة التسعينات نورهان. مفيش حظ في السينما؟ لا انا مش زعلانه خالص، وانا ليا حظ كبير في كل حاجه في الدنيا الحمد لله. ايه الدور اللي نفسك تعمليه؟ نفسي اعمل دور فرعوني في سياق نبذة سريعة فرعوني احدى مختصرة الملك. عن نجمتنا الجميلة نورهان. الاسم الحقيقي لها نورهان إبراهيم شعيب، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية. ولدت يوم 15/1 عام 1982. أرجوكي يا حبيبتي لا أرجوكي ما تحضنيش راعي، ما تضعفيش دموعي، حضيع لو يوم تضيع، فما تركبيش سفينتي، انت لازم تنسيني. حاصلة على كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني عام 1994 في مسلسل رمضاني بعنوان الساحر. العمل بالتمثيل، وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها حضرة المتهم أبي، ورجل طموح، وعائلة الحاج متولي، الذي يعتبر من أبرز وأروع أعمالها عام 2002. وكانت نورهان نجمة متألقة، وكانت فتاة أحلام التسعينات. في عام 2004 تزوجت من الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، واستمر هذا الزواج حتى عام 2013، وقد غابت عن الأضواء في هذه الفترة، وأنجبت ابنها الوحيد معاذ إبراهيم. ثم بعد الانفصال عادت لفنها في عام 2014، وفوجئ الجمهور بزيادة وزنها، ولكنها استطاعت أن تعود لشكلها الجميل السابق. شاركت الفنانة الجميلة نورهان في 57 مسلسل تلفزيوني، آخرها كان عام 2020 مسلسل قوت القلوب، ومسلسل ليالينا، ومسلسل والنسني. شاركت في 5 أفلام سينمائية: عام 2003 فيلم أول مرة تحب يا قلبي، وفيلم 8%، عام 2013 وفيلم إعدام بريء عام 2014، وفيلم المرسي أبو العباس عام 2015، وفيلم كارت ميموري عام 2017. سريعة مختصرة عن البرنسيسة نورهان.